المراجعة بتاعتنا يا جريد 2 اللي على يونت 2 علشان امتحان المدرسة. هنا بيقول لي make your own fruit salad recipe، يعني اعمل الوصفة بتاعت سلطة الفاكهة بتاعتك اللي انت بتحبها. وهنا بيقول write your name، يعني هتكتب اسمك. طبعا هنا انا هرسم موز مثلا، هرسم اورنج برتقال، هرسم مثلا اورنج برتقال، هرسم مثلا ستروبري فراولة، ستروبري فراولة. يبقى انا كده هرسم بنانا، اورنج، ستروبري. ممكن ارسم تفاح، ابل، ابلز. اي فاكهة بقى تيجي على بالك انت ممكن تكتبها. مثلا ممكن نرسم خوخ، بيتش، خوخ، بيتش. طيب، وبعدين بعد ما رسمت الرسومات بتاعتي الجميلة، فأنا هنا بس هكتب في الحتة دي النيم بتاعي، الاسم بتاعي. لو أنا اسمي علي فأنا هكتب علي، لو أنا اسمي أحمد هكتب أحمد، لو أنا اسمي أواب هكتب أواب. يبقى هنا هكتب الاسم عشان ده يبقى طبق السلطة، سلطة الفاكهة بتاعتك. أليس فروت سالاد، أليس فروت سالاد، يعني طبق الفاكهة بتاع علي، طبق الفاكهة بتاع. بعد كده بيقول لي which fruits did you add، يعني ايه الفاكهة اللي انت اضفتها في الطبق بتاع الفاكهة بتاعك. فانا هكتب له انواع متعددة من الفاكهة، واقول له مثلا بنانا، اورنج، بيتش، ابل، pear، grapes. لازم تبقى عارف الكلمات دي بتتكتب كتابة ازاي. بنانا P-A-N-A-N-A، orange O-R-A-N-G-E، peach يعني خوخ P-E-A-C-H، apple تفاح APPLE، pear كمثرى PEAR، grapes عنب GRAPES. يبقى لازم أكون حافظ الكلمات ديت كتابة. بعد ما قلت له إن اسم الطبق بتاعي أليز فروت سالاد، هكتب له الفواكه اللي أنا حطيتها في الطبق: بنانا، موز، أورنج، برتقالة، بيتش خوخة، أبل تفاحة، بير كمثرى، grapes عنب. نكمل. هنا بيقول لي words that have the same or similar ending sound are called rhyming words، يعني الكلمات اللي بتنتهي بنفس الصوت، يعني لها نفس النهاية بتاعت الصوت، بتسمى rhyming words، rhyming words. طيب بيقول لي هنا read and match to rhymes words، اقرأ ووصل الكلمات التي لها نفس الصوت. يلا اما نشوف. سات تبقى هات، سات هات. لاب، ماب، لاب، ماب. ساند، ساند، ساند. هاند، ساند، هاند. فن، فن، فن. نوصلها sun، sun، sun. هنا بيقول لي find two words that rhyme with nap، يعني اوجد لي او قول لي كلمتين ليهم نفس النهايات، الاصوات متشابهة مع كلمة nap. فانا هنا كتبت lab وماب، lab وماب، منتهين بنفس الايه، الساوند. بعد كده نمبر 3 بيقول لي can you think about two rhyming words، ايه رأيك انت تفكر وتكتب كلمتين لهم the same sound at the end، يعني نفس الصوت في الآخر. فأنا هنا كتبت cat و fat، واعذرني عشان الخط لأن القلم مش بتحكم فيه كويس. cat، fat. هنا بيقول لي circle the words that have the short A، يعني حوط على الكلمة اللي بتحتوي على ايه، على صوت الايه القصير. طب صوت الايه القصير بيقول ايه؟ بيقول اه، اه، اه. طب يلا نشوف.
كا آ آ كات، يبقى ده شورت ايه نحط عليه سيركل. بعد كده بورد مفيش فيها شورت دي شورت اي. بعد كده عندي الولد ده سينج ده شورت اي. طب اللي بيسقف ده كلاب ده شورت كلا طالما قالت يبقى شورت يبقى كات وكلاب فيها شورت ايه. بعد كده عندي كلمة أبل أبل أه أه طالما قالت يبقى شورت olives يعني زيتون ده مش شورت بعد كده عندي كلمة hand ه and hand يبقى ده شورت hand يعني يد. leg يعني ساق، ده مش شورت leg ده هنا عندي كلمة car يعني سيارة car يعني فيها شورت pass ده ما فيش فيها شورت بعد كده عندي father 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 يعني بابا وده فيه شورت لكن mother ما فيش فيها شورت next we use or for two or more يعني اتنين أو أكتر. أنا بستخدم are يعني يكون. we use is اللي برضو معناها يكون for only one لواحد بس. زي ما قلت لكم قبل كده is يعني singular مفرد يعني only one more than one يبقى are more than one يبقى are. okay. هنا بيقول لي look at the picture and answer. بص على الصورة وجاوب. بيقول لي هنا how many كم عدد tables are there. how many كم عدد tables are there. are there جت في الآخر، فأنا هنا هقول لها تعالي يلا at the first تعالي في الأول، بس وهي جاية في الأول هنشقلبها، بدل ما هي are there هتبقى there are. يبقى there are how many tables يلا نعد 1 2 1 2 3 يبقى there are three tables. There are three tables. There are three tables يعني يوجد 3 ترابيزات. There are يوجد، وعشان هما جمع استخدمت are مش as. السؤال اللي بعد كده بيقول لي how many whiteboards are there يعني كم عدد السبورات البيضاء اللي موجودة. فأنا لو طلعت فوق ألاقي one بس only one واحدة بس، فهقول طالما هي واحدة هقول there are ولا there is. لا يا مس ندى there is علشان هي only one واحدة بس، يبقى there is one whiteboard. one whiteboard وهكتب whiteboard من غير الاس طبعا لأن هي only one يبقى white board whiteboard يعني هي only one فهكتب عليها بس إن هي one whiteboard without s بدون s.